حاجة من الحاجات برضه الغريبة جدًا يعني، جيت شُفته العُطل اللي أنا كان عندي غير طبعًا لمبة gear box كانت بتنوّر، وكان في سخونة في زيت الفتيس وكده ورُحت التوكيل قالوا لي امضي ومش امضي، مشيت بعد كده وغيّرت أنا الزيت وغيّرت الفلتر ووريتكم الزيت طالع عامل إزاي، وقِسنا الزيت بالجهاز ووريتكم الفلتر طالع كُلّه مسدود، وما فيش حاجة اسمها بقى زيت time وحتى يعني فلتر الحشو الورقي الآخر بتاع الفتيس life time ما هو بيتغيّر مع الزيت، ما هو مش موجود في جدول الصيانات، ده فلتر ورق ما يستحملش كُلّه 30 40 ألف على بعض. سيبك من كل ده، أنا رُحت لتوكيل رينو في عُطل كان باين عندي على جهاز الOBD اللي هو أنا وريته لكم في أحد الفيديوهات السابقة، وعُطل برضه شائع ظهر في كذا عربية ميجان CVT. العُطل ده بيقول incoherent signal الpressure sensor اللي هو عُطل في إيه؟ في الpressure sensor بتاع الgear box. طيب إيه الprobabilities أو إيه الاحتمالات بتاعة العُطل ده؟ حاجة بنسميها trouble shooting، حاجة تحليل علمي يعني. لما دخلت على الجماعة بتوع نيسان، جروبات نيسان الأجنبية وسألتهم، قال لي عندك 1 2 3 4. أول حاجة الزيت مش نضيف فسبب مشكلة في الحساس. تاني حاجة الزيت ناقص، استبعدت الزيت ناقص لأن على المقاس كان الزيت كويس، لكن الزيت مش نضيف طبعًا ما قدرتش استبعده. كويس، وأنتم شفتوا حالة الزيت طلعت عاملة إزاي، وقسته بالجهاز اللي جبته من أمريكا طلع 20% وكل شوايب ورايش والفلتر طلع مسدود. طيب الاحتمالات التالت والرابع كانوا إيه؟ إن عطل في الحساس نفسه. طيب التوكيل قال لي ما عندوش الحساس. أمال بتعملوا إيه؟ بنغيّر فتيس. أهلًا بيك. طب أنا طلعت برّه الضمان وبرّه الgoodwill أصلًا، اللي هو الgoodwill ده أصلًا هاجس على فكرة، بييجوا في آخر السنة يقول لك ما فيش دعم الميزانية خلصت، فهو ال3 سنين بتوع الضمان بقى خلصوا. فلكن لو عُدت حساس بغيّر فتيس، يعني أنتم ما بتجيبوش حساس؟ لأ. الحساس موجود عند بتوع الاستيراد ب2000 جنيه، موجود برّه جديد على علي اكسبريس وأمازون أمريكا وكده، لإن هو الحساس اللي في فتيس الماكسيما والنيسان ماكسيما والسنترا والألتيما والفيرسا وفي الموتسوبيشي الميراج وفي السوزوكي سويفت، هو نفس الفتيس، وفي النيسان جوك والقشقاي الموديلات لحد 2019، فموجود الحساس جديد برّه بيتباع ب5000 جنيه. الاحتمال الرابع كان علبة البلوف، فقال لك علبة البلوف دي برضه إحنا ما بنجيبهاش، أمال أنتم بتعملوا إيه طيب؟ بنغيّر فتيس بكام؟ يعني علبة البلوف أصلًا تمنها برضه جديد برّه، أنت لو هتجيبها من برّه هتدخل لها في 50 60 70 ألف. لو واحد هيدّي لك استيراد هيفك لك من الفتيس وده غالبًا مش هيحصل، هتبقى ب25,000. الله يرحم يا جماعة أيام زمان، أيام ما كنا بنعمل عمارات للموتور في التوكيلات. أنا اشتغلت فترة فعلًا عربيات تصنيع في خط تجميع بيجو، كنا بنسافر فرنسا كل سنة تدريب، وكنا عندنا ناس متخصصة في عمارات الفتايس وعمارات المواتير. دلوقتي أصبحت التوكيلات كلها أي حاجة بسيطة جوه الفتيس يقول لك غيّر فتيس، حتى لو الفتيس محتاج تغيير زيت. أنا تغيير الزيت اللي هو رقم 1 في حل المشكلة هو اللي حل لي المشكلة. تحياتي لحضرتك.